فهي حرب إبادة لشعب بأكمله، شعب أراد أن يعيش بحرية، حرب يقودها النظام البعثي بقيادة بشار الأسد لعنة الله عليه. فهم أرادوا أن يظلوا حاكمين لسوريا وتكون عروشهم على دماء شعبها العظيم. هذا النظام الذي باع الجولان وأعطاها هدية لإسرائيل، لم نسمع يوما أنه أطلق رصاصة واحدة دفاعا عنها، بل ضربت بكل ود وترحاب وكأنهم أصحاب مصلحة واحدة مع اليهود. وهذه هي الحقيقة، أنهم فعلا أصحاب مصلحة واحدة. أيها الإخوة الكرام، إننا نستحلفكم بالله أن تنهضوا جميعا وتقفوا وقفة عز وجل، حيث أن عدد الشهداء إلى الآن 15,000 شهيد حسب إحصائيات الصليب الأحمر. أيها الكرام، نحن نعول عليكم أنتم، لا نعول على حكومات، لا نعول على مجلس عسكري. كلنا رأينا تركيا حين أتت الطائرات الإيرانية أسقطتها ولم تدعها تمر. في مصر سمح المجلس العسكري للبواخر الإيرانية تمر في قناة السويس. نحن لا نعول على حكومة، لا نعول على قيادة، نعول على هذا الشعب فقط. أيها الكرام، واجبنا 4: أولا ندعو الله بصدق ويقين. ثانيا نشر القضية، فقال هناك الكثير من المغيبين الذين يتحدثون عن شرعية نظام بشار المجرم. ثالثا الدعم المالي من اجل انقاذ المرضى والاطفال وتصليح الجيش السوري الحر. هذا يتطلب الاموال الضعيفة، لكننا باذن الله سنري الله منا قوة. رابعا الضغط من اجل الاعتراف بالمجلس الانتقالي السوري. فمن العار ان يظل نظام بشار الاسد الى الان على علاقة بالحكومة المصرية. علم الثورة على بشار الى الان يرفع في الاراضي المصرية، هذا والله من العار. علينا ان نرفع علم الثورة السورية، ان يكون الممثل امامنا هو المجلس الانتقالي السوري والجيش السوري الحر بتسليحه. وجزاكم الله خيرا.